عارف السيناريو ده؟ ليلة 31 ديسمبر، قلم جديد وصفحة بيضة وحلم كبير، والسنة دي لازم أغير حياتي. وبعدين بعد أسبوعين الحماس بيطفي، والورقة بتترمي في الدرج، ووعودك كلها بتتبخر، وبترجع نفس عاداتك وانت واقف في مكانك، والسؤال اللي معلق معاك هو ليه؟ خليني اريحك الاول، انت مش كسول وانت مش ضعيف، وانت اكيد بتعمل اللي عليك، بس للاسف بالادوات الغلط. الموبايل مش وحش، بس المشكلة انك ماسك جهاز معمول عشان يسرق اصلا انتباهك، وبتطلب منه انه يساعدك تركز، وده صراع انت مستحيل تكسبه. والورقة والقلم بتحس معاهم ان انت عملت اللي عليك، بس الورقة للأسف مش بتصحيك وانت ناسي، ما بتشدكش وانت ضعيف، وما بتحاسبكش لما يوم ورا يوم بيعدوا وانت بتأجل اللي عليك وبتسيبها خالص. خليني اكون صريح معاك، انا بنيت النظام ده علشان انا زهقت من نفسي، وزهقت من كل مره اتحمس فيها واقع، ومن كل مره اقول فيها المره الجايه وما تجيش، فكنت محتاج حد يفتحني وانا ناسي، ويشدني لما اضعف، ويحاسبني وقت ما انا منسى. وباني ما عنديش حد كده، فقررت ان انا اعمله بنفسي. خليني اوريك السيستم بيشتغل ازاي. دي المفروض ان دي مهمات بكره، ورقه عاديه جدا بكتب فيها مهماتي. ببدا ان انا اصورها وابعتها للتليجرام. التليجرام بيبعت الرساله لجيميناي. جيميناي بيبدا يفهم خطي، ويرتب لي ويقسم لي مهماتي، ويبدأ إن هو يحطها على جوجل تاسك، ويحطها برضو على نوشن. وبعد ما بوت ما بيخلص، بيبعت لك رسالة إن مفيش هرب تاني، ومش محتاج تفكر، ولا محتاج تتحمس، ولا محتاج تلوم نفسك. السيستم هو اللي هيفكر عنك. لو انت كل سنة بتوعد نفسك وبتحس بالذنب بعدها، يمكن المشكلة مش انك ما كملتش، المشكلة انك سايب نفسك لنفسك. 2026 مش محتاجة إرادة أقوى وتضعف تاني، محتاجة نظام أرحم. الفيديو ده أنا مش هشرح فيه ازاي عملت كل النظام اللي قدامكم، دي حكاية ليه أنا محتاج النظام ده أصلا. لو حابب تبني السيستم ده معايا بإذن الله هنعمله في فيديو تاني من غير تعقيد، وبإذن الله خطوة خطوة. أنا عبد الرحمن ضياء، ودي رحلتنا عشان نكون أحسن نسخة مننا، وأشوفكم في الفيديو الجاي.